بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على استخدامات الميد كالك وروائع الميد كالك الكالكوليشنز اللي المفروض ان انا بعملها انا، سواء كنت شغاله في الاي سي يو او في الوورد، او الكالكوليشنز اللي المفروض ان انا بتطلب مني وما بكونش ان انا عارفه ان انا اعملها منين. هنعملها بمنتهى البساطه. كنا اتكلمنا في الميد كالك قبل كده واحنا بنعمل الدوز ادجستمنت، وشفنا ان انا ممكن ان انا اعمل الدوز ادجستمنت في حاله الكريات كليرانس في الستيبل سيرم كريات، وحسبناها من الميد كالك، وحسبنا التشايلد بو في حالة الهيباتيك امبيرمنت. وهنشوف بقى بقية الكالكوليشنز او الموست كومن. هي الكالكوليشن اللي موجودة على الميد كالك كتير جدا، تمام، ولكن ان انا هقول الموست كومن كالكوليشنز اللي انا بستخدمها، ممكن يكون تكاد يكون ديلي كمان. اول حاجة لو انا هبتدي بيها هي الالكترولايتس. المين كومن كالكوليشنز اللي ممكن تطلب منك ككلينيكال فارماسيست خاصه بالالكترولايتس هي مثلا لو انت عايز تعمل مثلا المينتنانس فلويد. يعني ايه المينتنانس فلويد؟ يعني مثلا عندك بيشنت زي ما احنا كنا قلنا في الفاست هاج، في مثلا الفاست هاج، واحنا بنقول ان الفلويد ان البيشنت زي ما هو موجود في الرعايه وبياكل، لازم كمان ان هو بيشرب، تمام. فلو هو موجود وستيبل يبقى انا لازم ان انا اديله المينتنس بتاعه. وحتى احنا كده قلنا ممكن ان انا اعملها حاجه تقريبيا كده، ان اول 20 كيلو ب 1500، وبعد كده كل كيلو ب 20. فلو انا مثلا هقول ان انا طيب عايزه احسبها علشان اشوف امشي البيشنت ده بفلويد ريت كام، بقول مينتنس فلويد هيجي لي الويت. وخلي بالكم برضو من الوحده، لو انا هحسبها مثلا على 60 كيلو جرام، تمام، وهقول له احسب لي بقى هو محتاج فلويد على مدار اليوم بقد ايه. هيجي يقول لي ان هيحتاج فلويد على بريت 100 ملي بير اور. خلاص، يبقى هيمشي على فلويد 100 ملي، ايه، 100 ملي في الساعة. خلاص، طيب حتى لو احنا حسبناها على الحسبة اللي احنا كنا قلناها قبل كده، ان اول 20 كيلو ب 1500، وبعد كده كل كيلو ب 20، هتلاقي تقريبا ان هو طلع لنا 2300. ولو حسبت ال 100 ملي في الساعة يبقى في 24 ساعة 2400. هيبقى ايه؟ هيبقى within range. طيب الحاجة التانية، طيب الخاصة بالالكترولايتس والفلويد، لو عندك مثلا عيان هايبر ناتريمي، تمام، في العيان واحنا هنبقى نشرحها ان شاء الله في سلسله خاصه بالفلويد والالكترولايتس. البيشنت اللي بيكون هايبر ناتريميا، التريتمنت بتاعه ايه؟ سيمتوماتيك هايبر ناتريميا، بان انا بدي فلويد، صح، فبدي ووتر. طيب انا هديله بقى كميه ميه قد ايه؟ هيشرب ميه قد ايه؟ فانا لازم ان انا احسبها طبعا، بكل حاجه بتكون بدقه. فبكتب فري ووتر، تمام، ديفيسيت ان ايه؟ ان هايبر ناتريميا. خلاص. ودايما كده في السلسله دي كلها او دوز ادجستمنت اللي تعود كده ان احنا نمسك الموبايلات ونفتح الابليكيشن ونجرب مع بعض. ادي كده الفري ووتر. ادي مثلا لو هي فيميل، هي ادلت مثلا، الويت بتاعها كان 80 كيلو، تمام، السيروم صوديوم بتاعها كان مثلا 155. خلاص، والتارجت بتاعي ان انا اوصلها ل 140. ما هو النورمال من 135 ل 145، فانا عايزه مثلا ان انا التارجت ان انا اوصله ل 140. هيقول لي ان هي محتاجه 4 لتر و3 و30 ملي في على مدار اليوم. هقسمهم بقى على مدار اليوم، وان انا دي يبقى البيشنت دي محتاجه 4 لتر ووتر على مدار اليوم. هقسمها على 24، يبقى انا هشوف مثلا كل ساعة هتاخد قد ايه. حاجة برضو مهمة جدا بتطلب، او في برضو بعض الكلينيكال فارماسيست ان هو ما بيكونش اوير بيها او ما بياخدش باله بيها، اللي هي الصوديوم كوريكشن ان هايبر جلايسيميا. طيب يعني ايه الصوديوم كوريكشن ان هايبر جلايسيميا؟ الصوديوم ان هايبر جلايسيميا هعملها كده. الصوديوم كوريكشن فور هايبر جلايسيميا. احنا عارفين ان البيشنت اللي بيكون مع الراندوم العالي، كل راندوم عالي بيقلل الصوديوم. فليه؟ لان هو عباره عن البلاد شوجر بيكون عالي، فبيعمل بيسحب الووتر، فالصوديوم القرايه بتاعته بتكون قليله، بيكون دايلوشنال ايه؟ هايبوناتريمي.
خلاص طيب يعني المفروض ان انا لو البيشنت الراندم بتاعه عالي داخل مثلا ب هايبر جلايسيميا او داخل ب دي كي اي ولقيت الصوديوم بتاعه قليل، لازم ان انا اعمل له الصوديوم كوريكشن في الهايبر جلايسيميا علشان اشوف بدل ما انا اتسرع واديله صوديوم صوديوم من بره. تمام، لان هو كده دايليوشنال هايبر ناتريميا. وانس ان دايليوشنال هايبوناتريميا، وانس ان البيشنت ده الراندم بتاعه خلاص ظبط، هتلاقي الصوديوم خلاص نورماليزد. طيب امتى بقى ان انا اقول ان الصوديوم دوت بس نتيجة الهايبر جلايسيميا، او يا اما الصوديوم دوت فعلا في هايبوناتريميا؟ ان انا بحسب ايه بالمعادلة ديت اللي هي الصوديوم كوريكشن. يعني مثلا عندي الصوديوم كان للبيشنت 120، الراندم بتاع العيان ده كان مثلا 400. خلاص يبقى تخيل بقى ان ايه الصوديوم كوريكشن، ادي كده الجلوكوز 400، وان انا مثلا بشوف ادي كده 400، انا هعمل الملي جرام بر ديسي لتر. تمام، ادي كده ايه 400. خلاص طلع لي بقى ان الكوريكت صوديوم 125. شوف يعني البيشنت ده خلي بالكم طبعا من الوحده، الجلوكوز هايبر جلايسيميا 400 والصوديوم 120. لا ده انا لما عملت كوريكشن للصوديوم، لا الصوديوم بقى اللي هو كوريكتد بيكون كام؟ 100 125. فدي حاجه طبعا ايه مهمه جدا. طيب في حاجة اسمها الصوديوم كوريكشن ريت ان هايبوناتريمي. يعني ايه صوديوم كوريكشن؟ صوديوم كوريكشن ريت ان هايبوناتريميا. كوريكشن ريت ان، هنتكلم على بقى الهايبوناتريميا. في حالة الهايبوناتريميا، في حالة الهايبوناتريميا المفروض ان البيشنت انا هديله قد ايه صوديوم. المفروض ان انا بعالج السيمبتوماتيك هايبوناتريميا. طيب انا هديله كمية قد ايه صوديوم بريت كام؟ خلاص، وانا كمان هعمل له كوركشن بايه؟ هل هو بنورمال سلاين، بهايبرتونيك سلاين؟ لو انا ما عنديش هايبرتونيك سلاين وعايز اعمل كوركشن بالنورمال سلاين، هستخدم له ايه ريت كام؟ يبقى انا لازم ان انا في حالات السيمبتوماتيك هايبوناتريميا على طول ان انا بشوف الايه الكوركشن بتاع الصوديوم همشي بريت ايه كام. لو مثلا هدخل بميل بيشنت مثلا ادلت، الويت بتاعه 80 كيلو جرام، والسيرم صوديوم بتاعه مثلا 115 مثلا يعني. تمام، طيب بيقولك هنا الفلويد تايب. خلي بالكم من البوينت ديت، بيقولك ان انت هتعمل كوركشن بايه؟ ايه هو الافيلابل اللي عندك؟ هو الافضل طبعا ان انا اعمل كوركشن بصوديوم 3 بسلاين 3%. طيب افرض ان انا ما عنديش 3%، عادي هقول له خلاص انا عندي مثلا الصوديوم النورمال سلاين مثلا، او مثلا لاكتيتد رينجر على حسب الافيلابيلتي اللي عندي، وهقول له ايه ان انا هعمل كوركشن بيه. فمثلا سي لو انا هعمل كوركشن بالسلاين 3%، بيقول لي اهو ان انا استخدم السلاين 3% وامشي بريت 62 ملي بير اور. وطبعا ان انا وذ كوشن ان انا ما بعملش رابid كوركشن علشان تو افويد الايه دي مايلينيشن، واخري ان انا بعمل كوركشن من 10 ل 12 ملي ايكويفالنت بير داي. خلاص يبقى ده كده ايه. طيب تخلي بالكم هنا ان انا لو عملت بقى كوريكشن بالنورمال سلاين، شوف ان انا هحتاج 628 ملي بير اور، يعني تقريبا يعني ازازه كامله ان البيشنت ان هو ايه هياخدها وانا بعالج الايه الهايبوناتريميا في حاله السيمبتوماتيك. في حاجه بقى تانية برضو اسمها الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم، علشان برضو لو لقيت مثلا فيزيشن هو بيجي يقولك مثلا احسب لي الفراكشنال اكسكريشن ايه فراكشنال اكسكريشن صوديوم. ده انا بحسبه لو البيشنت دوت فيه انترنسك رينال امبيرمنت، مثلا زي الاكيوت انترستيشال نيفرايتس او الاكيوت تيوبولار نيكروزس. في الحاله اللي زي كده ان انا بشوف الكدني تعمل لوسنج للبوتاسيوم الصوديوم قد ايه، فبقول مثلا السيرم صوديوم ايه والسيرم كرياتينين ايه واليورين صوديوم واليورين كرياتينين. ودوت ان انا لما باجي احسبه ان انا بعمل ايه كوليكشن ل 24 اور ايه يورين. خلاص، وبيطلع الريزلت، وبعد كده بعمل انتربريتيشن. دايما لما تيجي تفتحه في اي كالكوليشن هتلاقي من فوق كده وين يوز وايت يوز. لما تيجي تفتحها تشوف الايكويشن دي، يعني مثلا فراكشنال اكسكريشن صوديوم، لو انا مثلا ايه ده بيقولك ان انا بستخدمه مع العيانين اللي هو الاوليجيوريك او اللي عنده مثلا اكيوت كدني انجري ومع ما فيش اي سبب، فانا بشوف بقى هو سببه ايه. طيب هوايت يوز مثلا، فبيجي لك تفسيرات كتيرة ان هو مثلا
بيقول لك ان البيشنت اللي عندهم مثلا الفوليوم ستيت بتاعه يعني difficult to assess، او مثلا ان انا بشوف ان حصل ديبليشن للصوديوم قد ايه في اليورين، وان هو بيستخدم كمان في الدايجنوزس بتاعه الاكيوت انترستيشن نفرايتس او الاي تي ان اللي هي اكيوت تيوبولار نيكروزس. فلو فيزيشن طلب منك ان انت مثلا تقول لك يقول لك احسبها لي، خلاص ان انا ان انا بحسب. طيب المهم برضو في الالكترولايتس في تركية برضو مهمة، اللي هي حاجة اسمها الكالسيوم كالسيوم كوريكشن ان هايبو البومينيميا. الكالسيوم كوريكشن ان هايبو البومينيميا بكتب كده ادي كالسيوم كوريكشن. واحنا بنشتغل في الاي سي يو هتلاقي ان عندك بيطلع مثلا ساعات السيرم التوتال سيرم كالسيوم. تمام، التوتال سيرم كالسيوم اوكي، انا ممكن ان انا اخد بيه، ولكن في حاله ان السيرم البيومين بيكون نورمال خلاص، لان هو بيكون ان انا بتعامل مع الكالسيوم ان هو في منه فري في منه باوندد، والباوندد باوندد على الالبومين. فالنورمال البيومين بيكون 4 خلاص، والنورمال رينج بتاع الكالسيوم عندنا توتال تقريبا من 8 ونص ل 10 ونص، او من 8 ل 10 على حسب الايه المعمل اللي بيتسحب فيه او اللي بيتعمل فيه الاناليسيس. طيب لو البيشنت بقى الالبومين بتاعه 2، هل هيعمل باوندنج للكالسيوم زيه زي اللي عنده البومين 4؟ لا طبعا. خلاص، فده بيبقى فيل تو انتربريت لو عملت انتربريتيشن لتوتال كالسيوم في حالة الهايبو البومينيا. يعني لو البيشنت عنده الالبومين 2 وانا عايزه اعمل له بقى ان انا اشوف البيشنت ده في هايبوكالسيميا ولا لا، لازم اعمل له كوريكشن للكالسيوم. يعني بقول له القرايه اللي طالعه دي اعملها لي لو البيشنت ده الالبومين بتاعه 4، علشان اتاكد ان البيشنت ده هو في هايبوكالسيميا ولا لا. ادي عندي لو انا هقول مثلا ان البيشنت الكالسيوم بتاعه التوتال هو 7 مللي جرام بر ديسي لتر، والالبومين بتاعه 4، وانا النورمال عندي مثلا 4، فهيطلع لي الريزلت كام؟ الكوريكتد كالسيوم 7. طيب لو نفس البيشنت مثلا او بيشنت تاني الكالسيوم بتاعه التوتال، انا بتكلم على التوتال، الكالسيوم بتاعه 7 والنورمال النورمال 4، ولكن السيرم البيومين بتاع العيان دوت هو 2، فهتلاقي الكوريكتد كالسيوم كام؟ 8 و6 من 10. يبقى الحالة الأولانية اللي هو طلع لي الكوريكتد كالسيوم 7 ده محتاج تريتمنت، لأن هو كده هايبوكالسيميا، صح ولا لا؟ لكن لما البيشنت الهايبو البومينيميا وعملت له كوريكشن للكالسيوم هو 8 و6 من 10، فانا كده مش هديله اي تريتمنت، لان كده مفيش هايبوكالسيميا. خلاص، يبقى انا لازم ان انا علشان لما باجي اعمل مثلا قرايه التوتال كالسيوم عيني على الالبومين هايبو البومينيميا على طول، ان انا بعمل كوريكشن للكالسيوم واقرر على الاساس ده. طيب دي كده تقريبا معظم الايكويشنز اللي بتتضمن ال- الحاجات اللي هي خاصه بالالكترولايت. في عندي مثلا ايكويشنز هتلاقي خاصه بالدي في تي، لو انت مثلا بتحسب الدي في تي هتلاقي مثلا الويلز ويلز سكور، ودي بقى بتبقى مثلا سكورنج بقى سكورنج كرايتيريا فور دي في تي probability اوف دي في تي. خلاص، او يا اما البيشنت اللي عنده الدي في تي بيبقى فيه probability of BE ان هو يحصل له pulmonary embolism، فبتحسب بتحسب السكورنج بتاعه. طيب لو مثلا عايزه ان انا احسب الكابريني سكور للسيرجيكال بيشنت، خلاص، فانا برضو بحسب الكابريني سكور من هنا. بدخل، والمفروض ان انا طبعا ككلينيكال المفروض ان انا احسب برضو الكابريني سكور مع الفيزيشن. تمام، فبدخل كل الكرايتيريا وبشوف السكورنج في النهايه بيكون كام، والانتربريتيشن يعني هو لما يجي يطلع لك السكور في النهايه ويجي يقول لك مثلا السكور 2، يبقى هو مثلا مش محتاج دي في تي بروفلاكسس فارماكولوجيكال مثلا. خلاص، برضو من ضمن اللي هي السكورنج الخاصه بالدي في تي، احنا معانا برضو الكابريني للسيرجيكال، في معانا برضو البدوى سكور ديت للهوسبيتالايزد بيشنت. تمام، يبقى هو اللي بس محجوز في المستشفى وبس مش هيدخل يعمل اي عملية، خلاص، يبقى ده كده البدوى سكور. برضو للهوسبيتالايزد بيشنت برضو الجنيفا سكور، شوف بقى انت عندك في المستشفى هم معتمدين انهي سكور. خلاص، يبقى ده برضو في عندنا جنيفا سكور للبروبابيليتي بتاعت الدي في تي، او جنيفا سكور مثلا اللي هو ريفايزد لي فور بالمونري امبوليزم، وبحسب السكور بتاعي وبشوف الانتربريتيشنز هل هو محتاج ولا مش محتاج. برضو بعد الكالكوليشن مثلا الخاصة بالكارديو، لو انا مثلا هقول مثلا تشارلز فاسكو،
جاز فاسكو سكور مثلا فور اتريال فايبريليشنز. تمام، يبقى ده للبيشنت الاي اف. ان انا بشوف ان هو البروبابيلتي اوف ستروك، هيجي له ستروك ولا لا، علشان خاطر ان انا ادي انتي كواجيليشن ولا ما اديش. فبدخل برضو بالداتا بتاعتي، ان انا بروح جايه ايه حطاها، وبحسب الايه، بحسب السكورنج. برضو الهاسبلت سكور، الهاسبلت سكور اللي هو probability اوف بليدنج. يعني انا مثلا عايزه اشوف البيشنت ده هل هو ريسك للميجور بليدنج ولا لا، انا هحطه على انتي كواجيليشنز، او انا عايزه احطه على انتي كواجيليشنز بشوف البروبابيلتي للبليدنج. ممكن برضو ان انا احسب حاجه اسمها الماب. الماب اللي هو المين ارتيريال بريشر بقى، سواء كان البيشنت سيبتك شوك، فانا بشوف البروجنوزس بتاعه ايه، الضغط بتاعه مثلا هايبرتنسيف كرايسيس. لو انت مثلا بتقرا ويكون التارجت بتاعك هو سيرجت كده، ان ايه، ان انا بشوف الايه الضغط، بشوف السيستوليك بلاد بريشر كام، والدايستوليك بلاد بريشر كام، وبحسب بحسب الماب. طيب، من اهم احنا قلنا برضو قبل كده ممكن ان انا احسب فيه الويت، سواء كان بقى الايه البادي ماس اندكس. تمام، بعمل عليه، او يا اما مثلا البادي سيرفيس اريا، او في حالة الايديال بادي ويت، فكله بحسبه من بحسبه من الميد كام. مهم جدا. في بوينت او كالكوليشن مهمة جدا، وهي اسمها الستيرويد كونفرشن. الستيرويد الستيرويد كونفرشن كالكوليتر يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن تلاقي البيشنت بيكون على الديكساميثازون، ويجي الفيزيشن يجي يقول لك لا انا هشفته على هيدروكورتيزون. لازم ان احنا نعمل ايكويفالنس للكورتيكوستيرويدز ما بينها وبين بعضها. يعني لو هو على ديكساميثازون مثلا بدوز معينه، وهشفته على هيدروكورتيزون، يبقى لازم اشفته للدوز الايكويفالنت للكورتيكوستيرويد اللي هو ماشي عليه. يعني مثلا فور اكزامبل، البيشنت ده كان ماشي على ميثايل بريدنيزولون. خلاص، طيب ماشي على ميثايل بريدنيزولون بتركيز مثلا كام، 500 مللي جرام بير داي. يبقى انا بتعامل مع بير داي. لو هو مثلا ماشي على هيدروكورتيزون 50 كل 6، يبقى انا هكتب هنا كام، مش 50 ولكن هكتب هنا كام، 200، لان انا بتعامل الدوز بير داي. وعايزه اشفت الميثايل بريدنيزولون الى مثلا بريدنيزولون. خلاص، يبقى بيكتب لي بقى ان هو بيكون تقريبا الايكويفالنس للبريدنيزولون كام. يبقى ده كده الايه الايكويفالنس بتاعه 625 مللي جرام. او يا اما لو انا هقول مثلا ان انا عايزه اشفته ل ديكساميثازون، يبقى ده مثلا الدوز بتاعت الايه ديكساميثازون. لو انا عايزه اشفته ل هيدروكورتيزون، يبقى هو مثلا ادي ايه شيفتنج للهيدروكورتيزون. خلاص، يبقى لو البيشنت ده، تعالى نعملها على مثال تاني برضو. هيدروكورتيزون مثلا اهو، ماشي على هيدروكورتيزون بتركيز مثلا 200 مللي جرام. خلاص، يبقى انا لو انا عايزه اشفته ل مثلا ميثايل ديكساميثازون، خلاص يبقى انا كده معايا 7.5 مللي جرام من الديكساميثازون، اللي هو تقريبا تقريبا ايه بيكون امبول. يبقى الستيرويد كونفرشنز من الكالكوليشنز المهمه جدا اللي المفروض ان انا اكون عارفها. اي حاجه خاصه بالصوديوم، سواء كان بقى هايبر ناتريميا وانا عايزه احسب الووتر كام، او هايبر ناتريميا وانا عايزه او هايبر ناتريميا وانا عايزه احسب الصوديوم كام. في حالات كل السكورنج اللي انا المفروض ان انا احسبها في الاستيرويد كونفرشنز من الكالكوليشنز المهمه جدا. في حاجه كمان اسمها الباركلاند ايكويشنز. يعني بس حاجه للكلينيكال فارماسيست اللي شغالين في الحروق، هتلاقيهم اكتر ناس فاميليار بيها. ولكن الباركلاند باركلاند ايكويشن دي بتبقى كالكوليشنز الكم ان انا هدي فلويد قد ايه للبيشنت اللي بيكون فيه سيفير بيرن. تمام، وهدي قد ايه اهي باركلاند فورمولا، او فورمولا فور ايه فور بيرن ايه بيشنت، ان انا بشوف مثلا وزنه قد ايه. ولو مثلا 80 كيلو جرام، نسبة البرن قد ايه، هقول مثلا 30%. هيبقى هو كده بيقول لي ايه، ان هو محتاج في اول 24 ساعة 9 لتر و6 من عشرة. تمام، يعني تقريبا 9 لتر ونص. وخلاص، يبقى انا بيحسب لي اول 24 ساعه هدي كام، وبعد كده كميه الفلويد اللي المفروض ان انا اعمل له فيها، لان انا بحتاج ان انا اعمل ريسسيتيشن ب بكميه كبيره. تقريبا دي اهم الكالكوليشنز اللي موجوده في الميد كالك.